حاسة إن زوجي بدأ يتغير معايا، وحاسة إن زوجي بيهملني عاطفيًا وما بقاش زي الأول بيقول لي كلام حلو وبيعاملني زي المعاملة بتاعة في فترة الخطوبة أو أول الجواز. حاسة إن بدأ يبقى في فتور رهيب ما بيننا، وإن العلاقة ما بيننا بقت مجرد حياة روتينية عادية جدًا، اتنين عايشين في بيت واحد. مشكلة أغلب المتزوجين، مفيش بيت واتنين متجوزين فيه إلا ومروا بالمرحلة دي. وهنا بقى ده دور الزوجة الشاطرة الذكية اللي تعرف تسحب العلاقة وتاخد جوزها لبر الأمان، وفي رد فعل وموقف الزوجة اللي بتحاول بس مش عارفة الطريقة الصح ايه، فممكن الوضع يبقى أسوأ بسبب محاولاتها بطريقة غلط. وممكن الزوجة اللي هي خلاص فقدت الأمل فقالت خلاص بقى ما عادش فيه أمل وحاولت كتير، فتلاقي العلاقة وصلت لطلاق صامت، اتنين عايشين تحت سقف واحد. اهلا بيكم، معكم الدكتوره هند عزت. لو لسه مشتركتوش في القناه اتمنى تشتركوا وما تنسوش تفعلوا الجرس. علمك ازاي تستخدمي حيل نفسيه علشان تتعاملي مع التجاهل ده، او ازاي تتعاملي مع البرود العاطفي، او ازاي تتعاملي مع التغيير اللي حصل. عيني كويس قوي وافهمي كل كلمه، علشان لازم تتعلمي وتعرفي ازاي تستخدمي الحيل النفسيه دي. ما تسمعيش الحاجة كده على السريع وبطريقة سطحية وتروحي تطبقيها وتقولي أنا طبقتها وجابت نتيجة عكسية. الخطوة الأولى لازم تجاوبي على الأسئلة اللي هقولها لك دي علشان تحطي النقط على الحروف. هل التغيير ده مفاجئ جه مرة واحدة يعني، ولا التغيير ده كان على مراحل وفترات، والفترة بقالها قد إيه انتي حاسة إن هو متغير؟ ده مهم قوي. ازاي اتغير؟ في انهي حته بالظبط اتغير؟ هل هو مثلا كان بيقولك كلام حلو بطل؟ هل هو مثلا كان بيعاملك بطريقه معينه فيها رومانسيه دلوقتي بقت طريقته فيها جفاء، فيها غلظه في الرد؟ هنجاوب على السؤالين دول. التغيير ده امتى وازاي؟ هل جه مفاجئ ولا جه مره واحده وبقاله قد ايه؟ والتغيير ده حصل ازاي؟ انتي حاسه في انهي حته بالظبط هو اتغير؟ ليه؟ علشان نقدر نطلع بنتيجة، هل بتهيأ لنا ان هو متغير ولا هو فعلا متغير، وعشان لما نيجي نتكلم معاه في الخطوة اللي جاية هنعرف نقول 1 2 3 ونبقى واقعيين، وطريقتنا معاه تبقى نعرف ناخد وندي. راجل منطقي جدا في تفكيره، فهو لما انت تقولي له انا حاسه ان انت متغير وتسكتي، طب انا متغير في ايه؟ فلازم تبقي عارفه المواضيع بالظبط اللي انت هتحدديها، وتبقي عارفه هتتكلمي ازاي، ويبقى مبني كلامك على ادله مش مجرد احاسيس. الخطوه التانية بقى هتروحي له وهتتكلمي معاه لازم وقت مناسب، وتختاري الراجل يكون مسترخي ومستعد فعلا انه يتكلم ويفتح مواضيع. طريقتنا في الحوار هتكون ازاي؟ اهي دي بقى مربط الفرس، هي دي اللي هتطلع الست تعرف تاخد الراجل لصفها، او اما ان هي تخسر الحوار كله. اولا تختاري الوقت المناسب، طريقة حوارك ما يبقاش فيها لوم كتير وتوبيخ كتير، عشان الرجالة بتهرب بسرعة وبتقفل بسرعة وبتعلم على الست اللي بتقعد تعاتب طول الوقت. انا عارف ان الست دي هتقعد معايا هتطلعني فيا عيوب وفيا اخطاء. هما ما بيحبوش المواجهة وما بيحبوش النقد الكتير وما بيحبوش انه حد يلوم عليهم كتير. كلامك يبقى محدد ومختصر، بحيث ان هو الراجل بعد 10 دقايق بيقفل، ما بيبقاش قادر انه يكمل الحوار، خصوصا لو حس ان هو فيه نكد، كفاية النكد اللي هو فيه بره. فانتي هتحاولي تكوني مختصرة في كلامك، وطريقة كلامك في الاول هي اللي هتحدد مجرى الحديث، هتعرفي تشديه ولا هتاخديه ان انتي تخسري القعدة دي. النقطة الثالثة بقى في الحوار ان انتي تستخدمي الاسئلة المفتوحة، ما يبقاش حوارك او اسئلتك تبقى اجابتها يا نعم يا لا. نعم ولا دي بتقفل الحوار والكلام، لكن لما تستخدمي اسئلة مفتوحة، انا حاسة يا حبيبي ان انت متغير، مش عارفة انا حاسة كده ان في حاجات كنت بتعاملني مثلا زمان بالطريقة 1 2 3. ما احنا بقى محددين احنا هنتكلم في انهي نقطة. انا حاسة ان انت كنت زمان مثلا او من فترة قريبة كنت مثلا بنقعد مع بعض بنتكلم، كنت مثلا بتقولي يا حبيبتي، كنت بتقولي كلام حلو، كنت بتدخل مثلا من الباب بتطمن عليا، كنت بتتصل عليا كتير، دلوقتي بطلت ان انت تتصل. شوفي زوجك كان بيعمل ايه وبطل يعمله، فانتي عشان كده بتبقي داخله عارفه انت هتقولي ايه. اسئلتك مبنيه على ان انا بقارن وضع كان موجود في 1 2 3 ووضع حالي في 1 2 3.
كده هيفتح معاكي حوار وهيبتدي يتكلم. والله ده انا كنت مضغوط شويه عشان كده، او ذهني مشغول الايام ديت، فبطلت ان انا اتكلم معاكي او اتصل عليكي. قولي انا حاسه ان انت متغير وتسكتي، لا انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا. خليكي منطقيه وتعرفي تحددي انت عايزه ايه، 1 2 3 في نقط معينه. احنا زي ما قلنا بطلي اسلوب اللوم والقاء التوبيخ الشديد، او تخليه مفيش مخرج كده انه يهرب منه. لا، اما تحسي ان هو في موقف دفاعي خديه لصفك. اتكلمي بدفء وحنيه. حبيبي انا بحبك، عشان كده انا عايزه يعني وانا مبسوطه معاك جدا، وحاسه ان انا كنت اسعد واحده جدا لما كنت بتعاملني بالطريقه دي. انا حاسه ان انا كنت اسعد واحده في الدنيا ومفيش حد زيي، وان انا خدت احسن واحد في الدنيا، ومفيش راجل مفيش واحده ست تتمنى المعامله اللي انت كنت بتعاملها لي. يعني خديه لصفك زي زمان ما كان بيعاملك بالطريقه الفلانيه، وكنت مبسوطه وسعيده، وما كانش حد قدك في الدنيا كلها مبسوط، وان انت الناس كلها كانت تحسدك على السعاده اللي انت فيها. دلوقتي انا مستغربه، مش عارفه، ممكن اكون انا قصرت معاك، انا ممكن اكون مثلا ما خدتش بالي من حاجه، زعلتك في حاجه. انا بقول انت مضغوط اكيد، بس اكيد يعني مثلا الحاجه الصغيره اللي كنت بتعملها دي مش هتاخد من وقتك حاجه. يعني مثلا كنت بتقولي كلام حلو، كنت بتتصل عليا، انا مقدره جدا ان انت بتتعب، فكلامك كله يبقى فيه دفء وفيه حب. ولما تحسي ان جوزك راح لحته موقف الدفاع عن نفسه، وانه عاوز يهرب من المواجهه دي، وان انت حطيتيه في موقف مواجهه، لا خديه لصفك وكلمي بدفء وحنيه. النقطه الرابعه، هنستخدم الفضول. الراجل بيحب قوي قوي ان نقطه الفضول دي يفتح معاكي حوار ويتكلم لما تعملي حته كده فيها فضول. طب هنعملها ازاي دي؟ تقولي له انا عايزه اقول لك حاجه بس خايفه تزعل مني. يعني انت كنت في النقط اللي احنا قلناها 1 2 3 كنت بتعملها، وكنت مبسوطه، وكنت احسن راجل في الدنيا بالنسبه لي، واي واحده ست بتتمنى الراجل ده، وانا كنت بحلم ان يعني من مواصفات فتى احلامي او راجل احلامي ان انا الاقي النقط دي، وانت حققتها لي. بس انا مش عارفه ان النقط دي اتغيرت، مش عارفه ليه. انا خايفه تزعل مني، بس يعني انا هكلمك بصراحه. يعني بقى انت بتشجعي الراجل انه يتكلم، حتى لو هو كان يعني طبعه ان هو يبقى صامت وما يتكلمش او يتجاهل او متعجرف، هتبصي تلاقيه لان معاكي. يعني الكلام اللين صدقيني بيلين القلوب. ازاي تعرفي تديري الحوار؟ هو ده بقى فن الست الذكية اللي تعرف تدير الحوار والقعدة دي. في ان نجاحك في ان هو يتكلم، طالما اتكلم خلاص المشكلة اتحلت، عرفتي السبب وهتقدري تعالجيه. طلعتي من القعدة دي عرفتي السبب في التغيير، في ان هو مثلا مضغوط مشغول. ساعات الراجل بيتغير، مثلا بيكون فترة كده بتعدي على كل الرجالة، بتبقى اسمها فترة الكهف، بيبقى عايز كده يبقى قاعد مع نفسه ساكت، بيفكر، مشغول، مضغوط، او ممكن مثلا انت مقصرة في حاجة فهو حاسس انه مش عارف يعبر عن الحاجة ديت، او فتور مثلا في الحياة الزوجية. طلعتي من القعدة دي بعد ما هو خد معاكي ودة في الكلام، فاعرفي ان انت نجحتي وبنسبة 99%. اما لو هو مثلا قفل الحوار ومش عايز يتكلم معاكي، الحالة دي برضك انت هتحاولي ان انت تكوني قريبة وتعامليه كويس وتهتمي بيه، وتحاولي تكوني على اعلى مستوى من الاهتمام بيه. وبعد فترة هترجعي تعملي نفس القعدة تاني، مرة واتنين وتلاتة واربعة، وكل مرة بتقولي له انا عمالة بحاول ان انا اصلح، يمكن اكون مش واعية او مش عارفة ايه اللي مغيرك من ناحيتي، انا بحبك وعايزة اوصل للسبب اللي انت متغير عشانه، انا مهتمية جدا بان انا اساعدك، محتاجة لك، والكلام الجميل دوت. في كل مرة هتعملي قعدة وتحاولي تتكلمي بدفء وبحنية. ده بقى مش مستجيب وتغير وحاسة ان هو متجاهلني، وبرضك حاسة ان برود العاطفة موجود عنده. خلاص انت حاولتي وعملتي قعدات كتير، والراجل ده مصر على موقفه والبرود العاطفي، وان هو يستمر حياته بهذا الشكل ومبسوط على هذا الوضع. في الحالة دي قبل ما تسحبي نفسك وتبدأي في البعد، لان فترة يعني موقف البعد ده لازم يجي قبله مراحل، فقبل ما تبدأي في خطوة البعد لازم تعملي وتنبهيه ان انت هتبعدي. انا حاولت، وفي كل مرة بحاول معاك ببقى عايزة اساعد نفسي واساعدك معايا علشان علاقتنا مع بعض تنجح. مرة بحاول معاك فيها بحس ان انا بتألم نفسيا من رد فعلك، وبرجع تاني احاول مرة واتنين، بقول يمكن في امل لاني بحبك، مع ان رد فعلك ده بيألمني نفسيا وبيحطني في موقف انا مش حابة اتحط فيه. بس
انا بعمل محاولات قبل ما اوصل لمرحله ان انا ابعد، لان انت كده هتخليني اوصل لدرجه ان انا خلاص ما عادش يبقى في امل في العلاقه ما بيننا. فلو سمحت حاول انك تساعدني في ان انا اعرف السبب في ان ليه علاقتنا وصلت لحاله البرود دي. بعد ما عملت الخطوه دي ابتدي ان انا اسحب نفسي وابعد بقى، ابتدي انا بقى اتعامل بتجاهل، لاني حاولت مره واثنين وثلاثه وعشرة وهو ما زال مصمم على نفس الموقف. هو مبسوط بالوضع ده، يحس بقيمه اللي كنت بتعمليه. انا كنت بديك حب وبديك اهتمام، ما كنتش مقصره معاك، وحاولت ان قبل ما انا ابعد واسحب نفسي ان انا انبهك واعرفك قبلها ان انا هوصل للمرحله دي وانت اللي وصلتني بايدك. هو هيبتدي يعمل مجهود علشان يرجعك زي ما كنت بتهتمي بيه، وهو اللي هيحس بتغييرك، فهو هيحاول ان هو يرجع لك تاني ويتغير معاك. هو كده خلاص مفيش امل والعلاقه انتهت طالما انا حاولت مره واثنين وثلاثه؟ لا، مين قال ان مفيش امل؟ طول ما احنا عايشين لازم يبقى في امل. عملتي ليه اتغيرت، بقيت بحسسه ان انا بعيده، ان انا مش ملهوفه عليه ومشتاقه له وهو وحشني. حاجات في حياتي ماليه حياتي، وحياتي فيها حاجات كتير قوي غيره. ده عن قناعه فعلا ان انت مش زوجك مش محور كل حاجه في حياتك، وان في حاجات تانية انت مهتميه بيها وتقدري تعيشي حياتك عادي وتمارسي حياتك الطبيعيه. بمعنى اصح انه هو مش مصدر سعادتك، يعني هو خلاص بعد، مش انت بقى هتموتي ويحصل لك دمار لا، انا ليا حياتي الخاصه وليا كياني وليا وجودي وانت صحيح كنت بتسعدني وبتزودني سعاده، بس مش انت مصدر سعادتي الحقيقيه اللي هموت خلاص لو انت ما اشبعتهاش. هو كان بيشبع مصدر من احتياجاتك، وان انت محتاجه فعلا للحب والامان والحنان والحاجات دي احتياجات طبيعيه ولازم تعترفي بيها. لكن برضو انت بتروحي لزوجك وانت ماليه نفسك بحاجات تانية، برضو ماليه نفسك بان انت مثلا حاسه ان انت بتعملي حاجات في حياتك مفيده، في ناس في حياتك مثلا اصدقاء، في اولادك، في اهتمامات تانية في حياتك بتشبع برضو الجزء، مش هو اللي بيشبع كل الجزء اللي انت محتاجاه. لما يحس ان الست خلته هي مصدر السعاده بيضمن وجودها، وهو لا تلقائيا اصلا بيتغير. برضك عايزه اقول لك ان البعد ده له قوانين، يعني انا مش هبعد يبقى خلاص هبعد طول العمر، لا، انا ببعد بس بحسسه بالفرق بين ان انا كنت بعامله ازاي وبقيت بعامله ازاي بناء على معاملته هو. فكل فتره والتانيه برضك انت تديله جرعه كده من الاهتمام والحب، بحيث ان هو يحس ان في فرق، يعني شد وجذب.